شباب كيفكم؟ لعلكم طيبين، صحتكم وعافيتكم. علينا معانا درس مهم جدا في البرمجة عموما، مش هو في لغة الجافا سكريبت إنما في برمجة عموما. فأنت إذا فهمت من الليلة فأنت أمورك بتكون طيبة شديد. وإذا أنت أصلا جاي من لغة تانية مختلفة وعايز تتعلم تطوير تطبيقات الويب ووصلت لغاية هنا، فأنا عندي لك كان حاجات مهمة جدا داير أوديها لك هنا. إنه لغة الجافا سكريبت شوية كده بتطلع شمال يعني، فبالتالي دي الحاجات اللي هي طالعة فيها شمال من بقية اللغات، فقلت لازم أوديها لك. تمام. طيب يا جماعة، عندنا أدوات المنطق. عندي الآن وعندي الأور. لما أقول لك آند هنا معناه أنا الآن ده أقدر أضيف أكتر من شرط. كويس. يعني مثلا في استثناء مثلا في المرور هناك وكده، في زول بيجي بيقول لك يا أخي أنت ما تقطع الزلط إلا لما تشوف الإشارة دي خضراء. كويس، تشوف الإشارة دي خضراء وفي نفس الوقت الشارع فاضي. يعني معناه إذا في زول جا متهور من هناك أنت شايفه ما تقطع يعني، لأنه ممكن يدقك. في زول تاني بيقول لك لا، لا، بيقول لك أقطع الإشارة في حالتين: إذا لقيت الشارع فاضي أقطع اللي اسمه ده الشارع. تمام. وإذا لقيت الإشارة خضراء أقطع الشارع. إذا لقيت ده أو لقيت ده فده الأور يعني التخيير. كويس. وده أنت ده معناه بيجبرك إنه لازم الشرطين دي اللي يتحققوا، ولكن أور واحد من الشروط فقط تتحقق. كويس. طيب. ده بس شوف بالمناسبة في يلا هم الاتنين عشان يتحققوا محتاجين شنو؟ محتاجين انه الشروط دي تكون ترو. كويس. فده لازم الشرطين يكونوا ترو. كويس. وده شرط واحد بس يكون ترو. ده شرطين يكونوا ترو، وده شرط واحد يكون ترو، او ده كل الشروط تكون ترو. كويس. دي واحدة بس من الشروط اللي انت اديتها تكون ترو بعدين. طيب، دي المنطق. طيب عندي المقارنة، أنا عايز أقارن. يعني مثلا أنا أجي هقول له يا أخي والله في عددين يعني بيتساووا، هل هما بيتساووا ولا لأ؟ فبعد ده أنا في جافا سكريبت هنا في طريقتين. في طريقة اللي هو ستريكت، وفي طريقة اللي هو بيسموه لوز. كويس. وأنا هنيجي نشوف الستريك واللوز ده تحت معناه شنو. كويس. تاني برضو داير أنفي أو داير أقول إنه ده ما بيتساوي ده، فيا هو بستخدم تيل يعني برضو واحد ستريكت واحد لوز. فالتاني بعد ده تاني عندي اللي هو اكبر منه اصغر منه، اكبر منه يساوي اصغر منه يساوي، دي معروفه للكل يعني. طيب نعرف متغير او ثلاثه متغيرات هنا عشان نقدر نوضح بقى اللوز للتايب والستريك للتايب ده. مثلا عندي const a يساوي كم؟ 10. const b مثلا يساوي 11. بس. وخلينا نقول const c بيساوي 10. تمام. طيب قبل ما نمشي بعيد انا هكتب console.log. كويس. وهكتب اللي هو C type of C. نرجع للمتصفح بتاعنا. اداني شنو؟ اداني string. كيف يا جماعة اداني string؟ ايوه اداني string. دي حاجة دي قاعدة بين دي اللي هو قاعدة بين تو او single quotation. فيلا ده اهو بيديني string. اي حاجة بين quotation string، سواء كان single ولا سواء كان double quotation فهو string. فمن هسه عشان بعدين لما نجي نقارن لازم تكون عارف الكلام ده يعني. كويس. طيب حاليا انا لو جيت قلت له هو اللي هو حاجة أقول قبل شوية بيجي بقول له إيه لو كان الإيه ده ترو أطبع علي مثلا مصعب. تمام. بيجي بشوف إنه الإيه مصعب. وليه بيعمل كده؟ لأنه يا جماعة كل الداتا تايبز في الجافا سكريبت هنا ترو، كلها ترو، كلها ترو. فهسه لو جيت قلت بغض النظر هي شنو ترو. كويس. كلها ترو، كلها ترو. طيب في زول بيجي يقول لي يا اخي انا اخليها كده، يوم كده كده ما اداني. طيب كده ما اداني undefined. في زول تاني يقول لك undefined. طيب كده هنا برجع لك undefined. معناها اي variable هنا طالما اصلا هي ما undefined معناها true. كويس. يعني عندها قيمة كده هي يعتبر true لانه عنده قيمة. ده خلاص ده كده في الجافا سكريبت يعني. تمام. ف طيب في لغة الجافا سكريبت كل اي حاجة ما undefined هنا بتديك true، يعني معناها عنده قيمة. كويس. لكن لما ندار تيجي تقارن اللي هو بالاور هنا، اور ده ما انت بتقول له شرطين واحد منهم يديني ترو. كويس. لكن عشان تقارن او تعمل اكتر من حاجه فانت محتاج اللي هو if condition او اللي هو condition statement.
ده بكرة إن شاء الله أو في المحاضرة الجاية هنا بنيجي نتكلم عنها. تمام كده احنا قدرنا عرفنا إنه يا أخي الآن والأور أي واحد بيستخدم الأغراض المختلفة. الآن في حالة إنه كل الشروط أنا عايزها تكونترو، والأور في حالة إنه أنا عايز واحد من الشروط دي بس إن وجد خلاص يعني يتحقق زي الزول الجاي يتقدم لبيت يعني. تمام في شرط من الشروط انطبقت فيه أنا بقبله. في ناس عندهم كده، في ناس بقول لك لا الزول اللي يجي كامل مكمل لابد من إنه كل الشروط دي موجودة عنده بعد ده يعني. فده علامة بتاعت الآن دي. كويس. طيب في زول لحد الآن بيجي بيقول لي يا أخي أنت كاتب اللي يساوي ده وما وريتنا عنه أي حاجة. طيب ما في مشكلة يا عزيزي. الأول دي بتسموها شنو؟ بتسموها اللي هو ستريكت، والتاني بيسموها شنو؟ لوز. طيب أنا نيجي نستخدم التاني ده A يساوي B. دي بتديني شنو؟ بتديني فولس، معروفة بتديني فولس. كويس لأنه قيمهم دي ما سوا. لو جيت قلت لهم A يساوي C صح؟ ادتني شنو؟ ادتني ترو. طيب ده خلينا نرجع ورا هناك نقول له A يساوي B. A يساوي B ادتني فولس صح؟ طيب اتفقوا هنا انه الحاجتين دي فولس. لكن تعال لما نيجي هنا قلنا A يساوي C صح؟ ادتني فولس. طيب خلينا نجرب الحاجة دي تاني تحت هنا بس. وشوفوا الفرق براهم. طيب الأول كانت شنو؟ كانت ترو، والثانية كانت شنو؟ كانت فولس. طيب أنا ممكن عشان لأنه ممكن الناس ما يصدقوني فأنا أخليه هنا. طيب في حاجة يا جماعة برضو لو داير تطبع في الكونسول أكتر من حاجة بس تعمل بيناتهم العلامة بتاعت الفاصلة دي بس، وتحط الحاجات اللي عايز تطبعهم. تمام كده. خلينا نقدر نتعرف. قال A يساوي C ادتني ترو، و A يساوي B ادتني شنو؟ ادت C يساوي فولس. طيب الاتنين ما كلهم يساوي. الفرق شنو؟ الفرق يا عزيزي انه هنا لما تجي في الاستريكت ده يا عزيزي ما بقارن الا بين نوعين بيانيين من نفس النوع، اتنين من نفس النوع. ظابط؟ اتنين من نفس النوع. طيب ده انا خلينا اجي اشوف التايب اوف. كويس هنا تايب اوف سي او تايب اوف A. خلينا نشوف تايب اوف اللي هو شنو؟ سي هنا. كويس الاتنين ما خلاص انا شفت تايب اوف اللي هنا ده كلهم واحد. ظابط؟ شفتها؟ التايب اوف واحدة كان string واحدة كان number والتاني string. فالاتنين ده بقارن بين السترينج وبقارن بين النمبر. ما عنده مشكلة ليه؟ لأنه بيقوم بيحول واحد من الاتنين ده عشان شنو يبقى نفس النوع البياني بتاع التاني ده، وبقوم بقارن بيناتهم بدي النتيجة. وأنا فعلا لو قمت غيرت قيمة اللي هو سي ده بيكون ما عنده أي مشكلة. هسي حاليا عادي ممكن قيمة السي ده بتتحول بتتحول بعلامة زائد او بيتحول بكاستنج معلش يعني. تمام. فهنا ادتني ترو، انا قدرت غيرت القيمه بتاعه ده. كويس هسه كده القيمه بتاعه اتغيرت. ولو جيت التايب اوف بلس سي هنا كده بتديني نمبر صح. اذا اللوز تايب ده بيقوم بغير اللي هو بيقوم بيغير النوع البياني بتاعه من نوع لنوع تاني. فبيقوم بغيره من string لنمبر. بعد ده بقدر بقارن بيناتهم الاتنين. بس حاليا انا برضو لما لو جيت نزعت منه علامة اليساوي هنا وخليته كده فمفترض اديني فولس يعني. كويس. طيب في حاجة تانية مثلا هاجي اقول لو داير انفي. طب طبعا هنا كان عندي السي انا هقول لهم not it's not equal to C. A is not equal to C. نشوف الكلام ده بيديني شنو. تتني طيب A is not equal to C عدتني شنو؟ عدتني هنا false. طيب أو هنا أنا هنا هيجيني false وهنا هيجيني true. وهنشوف الكلام ده. تمام كويس. هنا قلت له A is not equal to. خلينا نرجع نوديها هنا تاني معلش. اللوز دي تايب زي ما قلنا شنو بيقوم بيحول النوع البياني ده لنوع يتوافق مع التاني عشان بعد ذاك بيقوم بيجري المقارنة بتاعه. كويس. لو لاحظنا انه A is not equal to هنا قال لي false وهنا قال لي true. طبعا هنا واحد قال لي false ده قال لي true ما بناء على القيمة بتاعه، لا بناء على النوع البياني بتاعه اللي هو اللوز الستريكت
السترينج ما بتقارن لي بين مجرد ما يلقى في انواع مختلفه من البيانات بيقوم شنو طوال يا مان شنو بيقوم يعني بيديني فولس. ما بيشوف اصلا القيم دي، لا بس مجرد ما يختلفوا طوال بيديني فولس. اديته نمبر واديته سترينج نفس اللي بيديني فولس طوال. كويس. او بديني فولس بغض النظر عن اي شيء تاني بديني فولس. انا ممكن اقارن بين قيمتين مختلفات. كويس. طيب. فعموما انا اقدر اقارن بين قيمتين مختلفات، لازم القيم دي آه تكون يعني هي من نفس النوع البياني، بعد ذاك انا بقدر بقارن بيه. طيب يا جماعة، في تاني عندي العلامة بتاعت أكبر اللي هو أكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي. دي سهلة شديد كل زول عارفه. لما أنا أجي أقول له مثلا 10. كويس. فلما أنا أجي مثلا أقول له A يساوي 10، دي معروفة ترو، ما عنده اتنين، ما عنده كلام كتير. لما أنا أجي أقول له A أكبر من أو يساوي 10. تمام. لما أجي أقول له A مثلا أكبر من 10، هل A أكبر من 10؟ لو جيت هنا هيديني فولس، A ما أكبر من 10. طيب لما أجي أقول له A أكبر منه يساوي 10، هيديني ترو. ليه؟ لأنه هو أكبر من، أنا قلت له يا أخي يا أكبر من أو يساويه، يعني هو هل هو أكبر منه ولا بيساويه، هو قام اداني الكلام ده. يعني إذا جيت قلت له هل ال A ده مع إنه قيمته 10 هاجي أقول له أقل منه بيساوي 10، بقول لي برضه والله ترو يا أخي، لأنه أنت ذكرت لي إنه يساوي، فإلا ده الكلام الموجود هنا يعني. طيب لو جيت قلت له A أقل من أو يساوي سي، تعال شوف العجب هنا. تمام. أحدثك ترو. كويس. طيب فهنا لو لاحظت أنت ما بتقدر تستخدم ستريكتلي كده، فبتخليه كده يعني. صح ولا ما صح؟ فبالتالي حاليا بقى يقارن لك. يعني شوف هسي حاليا لو جيت قلت له ايه اقل من سي، شوف هيقول لك شنو، هيقول لك فولس. صح. فيلا بالتالي زي ما اتكلمنا قبل انه هنا في الكامباريزون بالذات انت تقارن ده اكبر منه ولا اصغر منه، فهنا يلا بيهميك اللوز تايب ده بيهميك، لان انت مرات ممكن تيجي تقارن بين رقمين من قيم مختلفة او من انواع بيانات مختلفة، فهو بيقوم بتحب ولا الحاجة دي. طيب في زول بيقول لي يا اخي هلا انا ممكن احول نوع بياني من نوع بياني لواحد تاني، ممكن تقول له ايوه كونست عادي، ممكن تقول له كونست ان ام وبتساوي اللي هو مثلا نمبر. اوكي. واحد يجي تقول له سي، تجي قلت له console log، قلت له ان ام وجيت تبعته هيديك 10. ولو جيت قلت له type of حددك نمبر، صح؟ مش كانت string صح؟ بعد كده ممكن تيجي تقول له ما مشكلة const strs هيساوي لي مثلا nm dot to dot to string. كويس. ولو جيت هنا تبعت strs نفس الحاجة دي، ممكن ترجع تديك سترينج زي ما اصلا كانت في البداية. فده الطرق اللي انا بحول بيها البيانات، لكن هنا ده ما جاي له هسي ما شغالين بيه. طيب عندنا حاجة مهمة شديد، انه مثلا انا والله داير اجمع console log. كويس. داير اجمع اللي هو العشرة او ال A زائد C. هل يعقل؟ لا طبعا هيديك 10. ليه؟ لانه انت لما تيجي تطبع سترينج لهنا بيقوم بخطهم جنب بعض. طيب الحل شنو؟ الحل قبيل يا جماعه. لما داير احول سترينج لنمبر وهو اصلا كده كده شايل نمبر، لكن جاي في سترينج، فانا ممكن اطلعه من الكلام ده واحوله اخليه يبقى نمبر عن طريق اللي هو علامة الزائد دي كده. هسي حاليا بقدر بجمعه وبيديني في النهاية 20. كويس. وده باختصار شديد يا جماعة اللوجيكال اوبريتورز والكمباريزن. كويس. في المحاضرة الجاية هنا إن شاء الله هناخد الإف كونديشن، وهناك نقدر نطبق عليها بصورة أوسع كل عمليات المقارنة دي، لأنه هناك هنجي للمنطق، نجي للتحكم في مسار الكود أو الكنترول فلو. بكرة بإذن الله بنبدأ، ولا المحاضرة الجاية إذا فينا أحياء من الموت يعني. وأنت لو وصلت لغاية هنا فأنا أتمنى منك الشير واللايك، وما تنسى تعزم أصحابك ويجي يتابعونا.